تقول والله بس اصل هم يعني يخنقوا الحقيقه، قال الله وقال الرسول بقى وكل حاجه، انت دي حرام ودي حلال. اقول لك معاك حق، هم يخنقوا. احنا مقاييسنا خطأ، مقاييسنا خاطئه. احنا عاوزين نقعد مع واحد يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هي دي الفئه اللي احنا بندور عليها. خلاص مش لاقيينها، نسدد بقى ونقارب، يعني نشوف اشبه ناس بدول مين ونلتزمهم. تقول والله بس اصل هم يعني يخنقوا الحقيقه، قال الله وقال الرسول بقى وكل حاجه، انت دي حرام ودي حلال. اقول لك معاك حق، هم يخنقوا. مش انا اللي بقول، ده ربنا. واصبر نفسك. عارفين يعني ايه اصبر دي؟ يعني في مشقه، مش كده؟ ما هو لو ما فيش مشقه مش هيتقال لك اصبر. ما هو انت واحد اي حاجه تيجي على دماغك بتعملها، جيت فجاه حلال وحرام وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. صعبه، صعبه طبعا، مش سهله. ولذلك ربنا قال اصبر نفسك مع هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. حتى لو منتقبة، لكن أقعد معاها البنت يعني تقعد معاها، أقعد معاها بالساعتين والثلاثة مفيش ذكر ربنا خالص. كل الكلام عن الاكسسوارز وعن الموضة وعن البرفانات فضلا بقى عن الغيبة والنميمة والمش عارف ايه، كل الكلام عن كده. واسمهم ايه في الآخر؟ أخوات. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أول ما تلاقي قلبه غافل عن ذكر الله ابعد، فر. وإن كان من، مفيش مجاملة في الدين، فر وروح دور على التانيين دول اللي هم مين؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الصحبة الصالحة